السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة الرز المعمر. طبعا ليه تسويات مختلفة، سواء كان في طاجن او في بايركس او في صينية ألومنيوم. هنشوف الأول مقاديرنا مع بعض. هنجيب 4 كوبايات رز، وهنجيب قشطة طبعا، وهنجيب بصلتين مفرومين، وهنجيب يا إما نص كيلو كبد وقوانص، يا إما لو عاوزين نحط طبعا قطع الفراخ ممكن نجيب ربع كيلو أو نص كيلو، وممكن نجيب كمان نص كيلو لحمة بتلو ونشوحها برضو. وطبعا هنجيب 2 كيلو لبن، عشان طبعا لازم يغطي الرز خالص. هبتدي بقى اجيب الرز بتاعي طبعا بعد ما غسلته وصفيته كويس جدا. هحط عليه التوابل بتاعتي، زي مثلا فلفل اسمر، ملح. هبتدي ان انا احط البصلة مع 3-4 معالق زبدة واقلبهم كويس. مش هنحط الاكلة دي فيها زيت. كل ما استخدمنا نوع زبدة كويس هيطلع معايا طاجن الرز او البايركس بتاع الرز طعمه حلو جدا. ببتدي بقى ان انا احاول ان انا اقلب اللبن مع الرز مع البصلة مع الفلفل الاسمر وجوزة الطيب او توابل فراخ او لحمة مع الملح. طب بقلب شوية ليه؟ علشان اخلي الرزة تطرى شوية، تشرب من اللبن قبل ما ان هي تستوي. ببتدي بقى عايزة اوزع، يا اما في طواجن صغيرة زي ما احنا شايفين، فارص في الارضية بتاعتها مثلا الكبد او القوانص اللي انا هبتدي ان انا اوزعها في الطاجن ده. طيب لو انا عايزة اعمل بايركس كبير بقى، هبتدي ان انا اجيب بواقي الكبد بتاعة النص كيلو او الكمية اللي انت عايزاها، تقلبيها في الرز عشان كله يختلط في قلب بعضه. وممكن تحطي في ارضية البايركس كل القوانص اللي انت عايزاها دي عشان تاخد سوا اكتر. وبتقلبي برضو، خلي الرز بتاعك ياخد يشرب شوية ويطرى. وابتدي بقى ان انت خلاص اغرفي بقى في البايركس بتاعك عشان تدخلي على الفرن على طول. طيب المفروض ان انت دلوقتي بتوزعي كل اللحوم بتاعتك بتساوي، ما تبقاش واحدة مغطية على التانية، عشان يبقوا كلهم سوا واحد. وطبعا الرز تحاولي توسعي بينه وبين الفراخ او اللحمة، وتحطي طبعا معلقتين زبدة على الوش كده، ويكون اللبن مغطي الرز كله. طيب التسوية بقى، ابتدي الاول اسوي من الرف الفوقاني، اخلي الزبدة او القشطة ياخدوا الوش مع وش اللبن وما ينشفوش داخل الرز بتاعي من جوه. اول ما بلاقي الوش اخد خلاص من الرف العلوي، ابتدي ان انا انزل بقى البايركس عشان يكمل سواه في الرف السفلي. طبعا ببتدي بقى اسيبه من ربع ساعة لتلت ساعة ياخد سواه. ونفس الوضع بالنسبة للطاجن. طبعا ما فيش اسهل ولا اجمل من كده. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.